سلام على المظلومين حتى ينتصروا في شتى بقاع الأرض. المهم لقيته بيحاول يحتك بيا، رحت زعقت فيه طبعا وقلت له بالظبط كده انت عايز ايه؟ قال لي انا عايزه اتجوزك. قلت له انا ما عنديش غير سكه واحده بس. قال لي عارفها. في خلال اقل من اسبوعين جه وتقدم لي واتخطبنا، بالرغم ان بابا سأل عليه وعرفنا ان اهله مش قد كده. حاولت اكلم بابا كتير هو وماما لحد ما اقنعتهم بيه. قلت له وقتها انت جبتني من بيتنا، يعني جواز صالونات، مش جايبني من الشارع. جواز صالونات يعني مصونات، جاي لواحدة بنت ناس هتفضل صاينة نفسها لحد ما تتجوز بدون أي تجاوزات. وفاجئني وقال لي الصدمة اللي عمري ما تخيلت إني أسمعها منه. قال لي كده ندى انت مش بنت، انت خدعتيني، اخرس ولا كلمة. افتكرت ساعتها السيدة عائشة رضي الله عنها واللي حصل معها في حادثة الإفك، وفي حاجات عمرها ما تتنسي أبدا، وده أكبر خذلان منك. أنا اسمي ندى، مهندسة ديكور وعندي 28 سنة، شغالة الحمد لله، وعندي مكتب كبير خاص بالتشطيبات والديكور، وشغال كويس وناجح الحمد لله. أنا تنشئتي كانت دينية وكنت ختمة القرآن من وانا صغيرة الحمد لله، وأسرتي معتدلة دينيا. عندي أخويا دكتور أسنان وبابا دكتور برضو وماما مدرسة، والحمد لله المستوى المادي كويس جدا. مشكلتي ابتدت من سنة و3 شهور تقريبا. البداية كانت أنا طبيعة شغلي طبعا فيه تسويق، وعندي صفحات على السوشيال ميديا بنزل عليها شغلنا. في مرة في عميل بعت لنا إنه عايز يقابلني بخصوص شغل، كان عنده فيلا وعايز شغل ليها تبع الديكور والتشطيبات والكلام ده. المهم قابلني وعرفني بنفسه، هو في أوائل الأربعينات وعنده فيلا وعايزني أعمل له شغل الديكور فيها، وقال إنه شاف شغلنا وعجبه. هو كان طالب شغل كتير جدا في الفيلا، وبالفعل بدأنا شغل فيها، وكنت بروح كل فترة أشوف الشغل. يعني كنت بتعامل معاه كتير وكل كلامنا كان عن الشغل. كنت بتابع الشغل دايما مع العمال والصنايعية واشوف شغل الموقع بنفسي. كان ممكن يعزمني على قهوة في اي كافيتيريا قريب، وكلامنا كله كان بيبقى عن الشغل مش اكتر. بس هو كان بيتكلم دايما عن نفسه كتير. وعرفت انه رجل اعمال وعاش فترة في المانيا واتجوز المانية وانفصل عنها، وكان معاه مصنع هناك وصفى شغله ونزل مصر. خلال الفترة دي كنت بحس انه بيحب يتكلم عن نفسه كتير، على اساس يخليني اعجب بشخصيته واتكلم عن نفسي برضه زيه كده بالظبط. انا ما كنتش بحاول اتكلم في حاجات خاصة، يعني كنت بسمع منه وخلاص. ما انكرش اني اتشدت له لانه شخص طموح وواثق في نفسه جدا ومجتهد في شغله وذو خلق. هو خريج تجارة، ومن أول ما اتخرج اعتمد على نفسه وسافر ألمانيا على طول وكون نفسه واجتهد لحد ما ربنا كرمه وبقى ماديا المستوى كويس جدا. في مرة من المرات وانا في الفيلا بتابع مع العمال الشغل، خلصت معاهم وهو كان بيحاول يكلمني، يعني بس لوحدي مش وسط العمال. المهم لقيته بيحاول يحتك بيا، رحت زعقت فيه طبعا وقلت له بالظبط كده انت عايز ايه؟ قال لي انا عايزه اتجوزك. قلت له انا ما عنديش غير سكه واحده بس. قال لي عارفها. في خلال اقل من اسبوعين جه وتقدم لي واتخطبنا، بالرغم ان بابا سأل عليه وعرفنا ان اهله مش قد كده. هو من الصعيد واهله مشهور عنهم القتل والمخدرات، فبابا ما عرف الكلام ده كان رافض وخايف طبعا عليا، بس انا كنت مصرة عليه جدا لاني ما شفتش منه غير كل حاجة كويسة، ودايما كان بيصلي الوقت بوقت، وكنت بشوف حاجات زي كده قدامي. حاولت اكلم بابا كتير هو وماما لحد ما اقنعتهم بيه، وان هو شخص متدين وناجح غير الكلام اللي احنا سمعناه عن اهله خالص. وبعدين هو ملوش دعوة باهله وهنسكن اصلا بعيد عنهم والكلام ده. المهم هم وافقوا عليه واتخطبنا 6 شهور. انا كنت عايزة اكتر من كده علشان اعرف ادرسه كويس، خصوصا لان موضوع انه كان بيحاول يحتك بيا ده كان بيشوف ان الموضوع عادي مفيش اي حاجة فيه، برغم انه كان مفهمني انه عاش في المانيا فترة وعمره ما عمل حاجة غلط. اتفقنا ان الخطوبة تكون 6 شهور على الاقل، اكون اشتريت جهازي واخترته بمزاج وبراحتي. حتى هو وقتها قال لي بهزار كده انت خدتي مبلغ محترم من شغلك في الفيلا، ممكن تجهزي بيه نفسك عادي. قلت له لا طبعا، المشكلة مش في الفلوس، انا محتاجة بس اتأنى في شراء حاجتي مش اكتر، وعلشان استمتع واكون فرحانة، مش عروسة طبيعي زي اي بنت. ال6 شهور عدوا، وخلال الفترة دي كان بيحاول يبهرني ويعمل كل حاجة يحس انها تبسطني، خصوصا لانه كان حاسس اني قلقانة شوية منه بخصوص حاجات في شخصيته. يعني بحكم خبرته وسنه كانوا كافلين انه يخليه يفهمني او يعرف انا عايزة ايه. ما كنتش حاسة ان فرق السن ما بيننا كبير، انا 28 وهو 41 سنة، يعني فرق السن مش كبير خالص. في مرة وانا في الفيلا بشتغل عادي، كان في شغل خاص بالمطابخ، كان في مطبخين، واحد تحت والتاني فوق، وانا فوق بتكلم معاها عادي، لقيته حاول يمسك ايدي
وقال لي عادي احنا مخطوبين. ما كنتش عارفة ان العمال مشوا او هو مشاهم، كنت فكرهم تحت بيشتغلوا. المهم اتضايقت جدا منه وسبت له الفيلا وجريت ومشيت. بعديها هو حاول يصالحني كتير وما قلتش لحد، وهو فعلا صالحني ووعدني انه مش هيضايقني تاني او يعمل حاجة زي كده. قلت له وقتها انت جبتني من بيتنا، يعني جواز صالونات، مش جايبني من الشارع. جواز صالونات يعني مصونات، جاي لواحدة بنت ناس هتفضل صاينة نفسها لحد ما تتجوز بدون أي تجاوزات. وأنا اتحديت أهلي علشان أتجوزك برغم اللي سمعناه عن أهلك، لكن لأ، أنا كل اللي يهمني أنت بس مش حد تاني. اتجوزنا ويوم الفرح كان يوم صعب جدا، وخلصنا الفرح وروحنا الفيلا. وفاجئني وقال لي الصدمة اللي عمري ما تخيلت إني أسمعها منه. قال لي كده ندى انت مش بنت، انت خدعتيني. قلت له نعم يعني ايه؟ قال لي ايوه. الكلام اتطور ما بيننا. قال لي يعني عايزة تقنعيني انك عندك 28 سنة ودايما بتتعاملي مع مهندسين ورجالة كتير وشغلك دايما معاهم ومالكيش علاقات حتى مع اي حد؟ كل اللي قلته له طبعا وانا مصدومة اخرس ولا كلمة. اتصلت ببابا وكلمته وقلت له تعالى خدني يا بابا بسرعة. بابا جه طبعا وهو مخدود هو وماما وخدوني ووصلنا البيت. وهو كان واخدني في العربية، ما قلت لهمش اي حاجة حتى. في البيت حكيت لهم على اللي حصل. وتاني يوم بابا كشف عليا لانه دكتور نسا، وقبل ما يكشف عليا هو وماما كانوا خايفين او شاكين، حتى ما قالوليش كلمة تواسيني، حتى لو هم واثقين فيا وعارفين ان انا قد ايه محترمة. بس الكلمة نفسها وفي يوم زي ده يوم فرحي ويسمعوا حاجة زي كده اكيد هيتخضوا. افتكرت ساعتها السيدة عائشة رضي الله عنها واللي حصل معها في حادثة الإفك. بعد ما بابا كشف عليا حضني وقعد يبكي وقال لي بريئة يا بنتي، حسبي الله ونعم الوكيل. بعدها اتصل باللي اسمه جوزي ده للأسف وقال له اللي حصل، وقال له انت ظلمتها، وطلب منه انه يطلقني على طول. هو قال لبابا طيب نقعد نتكلم مع بعض، معلش وانا اسف والكلام ده كله. بابا رفض وقفل التليفون معاه وطلب مني اني ما اكلمهوش، وحتى لو اتصل عليا ما ردش عليه، وده امر ولازم يتنفذ. لقيته جالي المكتب بعد فترة وطلب مني بكل الوسائل أسافر مع ألمانيا لأنه كان هيسافر وأنسى كل اللي حصل. قلت له في حاجات عمرها ما تتنسي أبدا، وده أكبر خذلان منك. ده أنت شكيت فيا، ودي غلطة عمري ما انساها ولا عمرها تغتفر ليك. المهم هو تقريبا يعني شبه كان هيبكي كده علشان ارجع له، بس كل ما افتكر اللي حصل لي والكلام اللي قاله لي يوم فرحنا اللي هو احسن يوم في حياة اي بنت ما اقدرش اسامحه. حاول معايا كتير اني اسامحه بس مفيش فايدة. انسى ازاي اللي عمله معايا ده؟ دي مشكلتي، والموضوع ده عدى عليه تقريبا 3 أسابيع وانا تعبانة جدا ومش قادرة انسى اللي حصل معايا. ودي رسالة وصلتنا وردنا عليكي كالآتي: قصتك يا ندى دي بتتكرر كتير في مجتمعنا، وإذا كانت بتنم وتدل فتدل على جهل كتير وسوء تصرف وحكمة في التعامل مع الأشياء والمواقف. هو لو كان حتى شك في حاجة على الأقل يشوف هو بيتعامل مع مين، وخصوصا عارف شخصيتك وعارف قد ايه هو كذا مرة كان بيحاول يحتك بيكي وانتي رد فعلك كان بيبقى عامل ازاي. حتى كان حاول يتأكد. كنت رحت للدكتور تاني يوم وكان عدى اليوم من غير ما يزعلك ولا يقولك الكلام المهين ده ولا يكسر بخاطرك ويسمعك كلام زي ده. احنا بننصحك نصيحة انك تسمعي كلام والدك. واضح ان عندك نسبة بسيطة جدا من التردد، لكن عايزة اقولك رجل يضيع امرأة مثلك يحتاج الى اصلاح وتقويم. يعني واحد زي ده بعد ما سمعتي كلام لا يسر على اهله رحتي تحدثي اهلك وتمسكتي بيه، وكنتي برضو شايفة عيوب في شخصيته كانت مخلياكي دايما قلقانة منه، وهو ما قدرش حتى ده. بس كل الأشياء الجميلة اللي كان بيحاول دايما يظهرها لك في شخصيته ده بسبب إنه عنده ذكاء وخبرة، كان بيحاول يخدعك لأن عندك براءة، والأهم بالنسبة لك هو أخلاقه. هو كان بيصلي ومتدين، هو كان بيعمل ده علشان يخليكي تعجبي بيه مش أكتر. اللي حصل معاكي ده يا ندى رحمة من ربنا، واليوم ده اللي المفروض أسعد يوم بالنسبة لك اتحول العكس، بس ربنا لطف بيكي ونجاكي من شخص زي ده. عايزة أقولك لا يشترط في اللطف ذهاب البلاء، يكفي نزول السكينة. ربنا أنزل عليكي السكينة والرحمة من عنده. ووالدك كان أول واحد اتأكد إنك مظلومة وربنا نجاكي، وما ينفعش تكملي مع واحد زي ده، لا يؤتمن وتعيشي معاه في الغربة. ده ممكن أصلا لو حصل ما بينكوا أي موقف حتى لو بسيط، أبسط رد فعل منه ممكن يرميكي في الشارع. ده يوم فرحكم نكد عليكي واتهمك في شرفك. عارفة يعني ايه؟ يعني ده شخص شكاك. مفيش أصعب من كده حاجة ممكن تصدر من رجل. كان المفروض احتضنك وتأكد الأول
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن ده شخص ليس على قدر المسؤولية. احنا بننصحك انك ما تكمليش معاه، وبتمنى لك ان شاء الله ربنا يكرمك بزوج صالح يعوضك عن اللي حصل معاكي ده. وعايزة اقولك كمان سيري قدما بخطوات ثابتة نحو المستقبل، ولا تلتفتي فالملتفت لا يصل. شكرا ليكم، واشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات مريم.